استوى الرحمن وهو على عرش رفيع فسمى نفسه الصمد. محمد يا مقامات معمدة بالطين، عبدا رسولا كيفما طرد. سواد عينيك ليل العارفين، سواد عينيك ليل العارفين سروا به فغابوا، أضاعوا الدم والبلد. ايه الجمال ده؟ اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معاكم في لايف جديد محافظه القليوبيه. معانا النهارده موهبه بجد، معانا النهارده بنوته جميله تبدع في الشعر والالقاء، وحصلت على مركز اول على مستوى اداره بنها، وحاليا بتحضر لحاجه كبيره قوي، وطبيعي برضو انها تكون مركز اول كالعاده بتاعتها. النهارده نتعرف عليها. اهلا بك يا ياسمين. اهلا بحضرتك. عرفينا بنفسك. انا ياسمين محمد عبد الجواد، طالبه بالصف الاول الثانوي مدرسه بنها الثانويه بنات. كلمينا بقى عن الموهبه الجميله دي، بدات امتى؟ موهبتي بدأت من وانا في الاعدادي. مدرستي كانت داخله مسابقه القاء، طلبتني مش كنت اكتشفت موهبتي ساعتها، لكن قالت جربي مش هتندمي واكيد هتتمرني عليه. الحمد لله اكتشفت موهبتي ساعتها، بدأت في المسابقات، كنت باخد مراكز على مستوى المدرسه، لكن اتنمت اكتر في الثانويه. وكان اخر مركز حصلت عليه كان الحمد لله اول امبارح المركز الاول على اداره بنها. طب لما عرفتي ان الموهبه بدات تكون عندك وان انت شاطره في الالقاء والشعر، بعد كده بداتي تعملي ايه من الاعدادي بقى؟ ان انا اسمع اكتر، اسمع للشعراء، بحب الشعر احمد مطر. اكتر شعر. ايه اكتر حاجه بتحبيها له؟ الحريه. حافظه حاجه منها؟ اه. قولي لنا حاجه منها طيب. تمام. اخبرني استاذي يوما عن شيء يدعى الحريه، فسالت الاستاذ بلطف ان يتكلم بالعربيه ما هذا اللفظ وما تعني واية شيء حريه؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنيه، ام اشياء نستوردها، ام مصنوعات وطنيه؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية. أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل اسما وهوية. ما شاء الله. قولي بقى، ملاحظين ان اللغه عندك كويسه جدا، ده كان بسبب ايه؟ التأسيس كويس، وأكيد حفظ القرآن الكريم أكيد لا أتغاضى عنه. حفظ القرآن ما شاء الله، يعني انت بتقدمي النهارده نموذج حلو قوي للبنات والشباب بشكل عام. طيب احنا حصلنا على مركز اول على مستوى بنها في الشعر والإلقاء امبارح. ايه بقى الحاجه الجديده اللي احنا بنحضر لها؟ هو انا دايما لازم، يعني ان شاء الله دايما في حاجه جديده بنحضر لها، حاجه في اليوم وفي الاسبوع وفي السنه. هدفي الاسبوع ده ان شاء الله الحاجه الجديده اللي انا بحضر لها مسابقتين برضو خاصين بالمدرسه. اول مسابقه خاصين بالايه؟ المدرسه. كانت هما 4 مسابقه ايسر دي بجهز لها، دي عباره عن العلوم واختراعات والمبتكر مثل المبتكر الصغير. ومسابقه الالقاء الشعري ان شاء الله الحمد لله اتصعدتها المديريه، بحاول اتمرن اكتر بحيث ادي اداء افضل. وكذلك مسابقه امين الاتحادات الطلابيه. رغم ان احنا ما شاء الله متفوقين في موهبتنا، برضو مش عاوزين ننسى الجانب الدراسي اللي احنا برضو متفوقين فيه. اكيد الحمد لله. كنت مهتمه جدا بالجانب الدراسي ولا زلت مهتمه. هدفي السنه اللي فاتت بالمناسبه كان ان انا اكون الاولى على القليوبيه، والحمد لله عملتها. كنت اولى على القليوبيه؟ مجموعه 100%. طب ايه هدف السنه دي بقى؟ انت في اولى ثانوي؟ ايه هدف السنه دي؟ هدف السنه دي ان انا اكتسب خبرات اكتر واكتر، واخد كورسات ودورات بحيث ان انا اقدر اقدم على منحه علشان حلمي ان انا اكون رائده فضاء، فحابه ان انا ادرس اكتر والتشعب اكتر. طيب مين اكتر داعم ليكي بقى؟ مامتي. تقولك ايه على الموهبه دي؟ تشجعك ازاي؟ ماما بتشجعني بكل الطرق، مش بتسيب باب غير لما بجد تفتحولي بحيث يدعمني ويخليني اتقدم لقدام، من ناحيه بقى الكورسات او الدورات، من ناحيه الدعم النفسي ان هي بتخليني مش اعمل حاجه في البيت ان انا اركز في مذاكرتي والمسابقات اللي عندي. تحبي تقولي لها ايه النهارده بقى؟ انا مهما كان الكلام كتير قوي قوي عمري ما هقدر اقول لها بجد حاجه تلخص اللي هي عملته، بس بجد جزاها الله خيرا، واتمنى ان ربنا يفرح قلبها زي ما دايما بتساعدنا، وكل فضل النجاح اللي انا فيه ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم فضله. طيب قلتي لي ان انت دايما عندك اهدافك اليوميه والاسبوعيه والسنويه والشهريه كمان.
في ناس تبقى ماشيه بدون خطط، بدون اهداف، ده ايه رايك في دايما هيكونوا في تشتت، مش هيقدروا يعني طول ما انت مش محدد نقطه نفسك توصل لها مش هتوصل لحاجه، مش هيكون في جديد، ومش هيكون في جديد يعني مش في ابداع، وما دام مش في ابداع مش هيبقى عايش حياه. طب ايه الاهداف اليوميه اللي ممكن نعملها؟ يعني انت ايه اهدافك اليوميه مثلا؟ يعني احنا عرفنا الاهداف السنويه مثلا انك تبقي رائده فضاء وتبقي ده هدف ده الهدف الاكبر في حياتي، أوه. ان انا دلوقتي باخد لي كورسات ودورات عشان تمام. طب اهدافك اليوميه تبقى عباره عن ايه؟ اهدافي اليوميه ان انا مش هخلي يومي يضيع على الفاضي، مش هخلي الوقت يضيع على الفاضي، لان الوقت مهما ضاع مش هيتعوض، وان انا اجهز لمسابقه اللي هي الهدف الاسبوعي ان انا اجهز لها، ده هدف يومي. طيب سمعينا حاجه بقى كده وبعدين انت قبل ما نختم بحاجه الاول نقول ايه للشباب والبنات، ننصحهم بايه؟ انصحهم اول حاجه بعلاقتهم، اكيد يعني بعلاقتهم مع ربنا سبحانه وتعالى، لان طول ما هم قريبين من ربنا هيحقق لهم اللي نفسهم فيه، ما دام اجتهدوا وتعبوا وسعوا. طبعا الاهم رضا الوالدين طبعا. الحاجه مهما كانت صعبه، مهما كانت مستحيله، مش في حاجه اصلا مستحيله لكن هتتحقق، مش مهم الطريقه، لان ربنا دايما هيحقق المستحيلات والمعجزات بالطريقه الاكثر استحاله. طب قلتي يا ياسمين ان انت كان هدف السنه اللي فاتت ان انت تطلعي من الاوائل، وبالفعل حصل. ايه الحاجات التانية اللي كانت من ضمن اهدافك وحققتيها؟ او ايه الاهداف الكبيره بالنسبه لك اللي حتى مش شرط تكون كبيره، حتى لو صغيره بس كنت مصممه انا هعمل ده وفعلا عملتيه؟ أي سنه؟ لا عادي يعني. طول انت عندك كام سنه؟ انا 15. يعني طول ال 15 سنه، حتى لو كنتي عاوزه حاجه بسيطه كده وجبتيها او عملتيها. هو حاجات كتير، بداية من الشهادات المعتمدة لدرجة الامتياز فيها، بداية من السنين لحد المسابقات، وان انا صافي على الجمهورية وكده، والحمد لله لسه شغالة فيهم لحد دلوقتي. انا كنت بس عايزة يعني اقول من كلامك ان حتى لو حاجة كانت بسيطة بس انت كان عندك النية انك تحققها فده هدف. ان الحاجات البسيطة هي اللي هتجرنا وتشدنا للحاجات بالظبط، وحتى ما تستقلش بحاجة بسيطة انت حققتها، لان الحاجة دي وراها حاجات كتير كبيرة غيري مش يقدر يحققها لانه مش فكر حتى. صح. يلا بقى نختم لنا بحاجة حلوة النهاردة. ده الشاعر جمال الملا. تمام يلا. هذا فست العنودة ما زلت في حيرتي الأولى بقلبي طوى، هل جئت مصطليا أم جئت مبتلدا؟ في اللاشعور بهاء، في الحضور دمي، لكنني اخترت سهوا أن أغيب سدى، شكرا لك يا ياسمين.